اصغر لاعب في الدوري الانجليزي بيشارك مع فريق اول ماكس دومان، جناح ومهاجم فريق ارسنال. شجاعة كبيرة جدا من ارتيتا ان هو بيشارك اللعيب زي ده، وهنشوف منه كتير جدا مع منتخب مع انجلترا ومع ارسنال. وعندنا هنا في مصر لو لعيب زي ده لعب عنده 15 سنة يقول لك لا ده اصبر عليه شوية وجناء ولسه صغير والكلام ده. عندنا اصلا 20 سنة و25 سنة يقول لك اصبر عليه شوية ولسه ناشئ. ما انت بتشوف الدوريات اللي بره عاملين ازاي. الدوريات اللي بره عادي 16 سنة و17 و18 بيلعبوا عادي واساسيين في فرقهم وبيساندوا وبيجيبوا اهداف وبيعملوا اسيستات. ليه في مصر ما بنعملش كده؟ يعني يا ريت الثقافة في مصر تتغير شوية عشان الكرة المصرية متأخرة جدا. يعني لازم ندي الفرص للشباب الفترة اللي جاية. ما نقولش بقى دول ما عندهمش خبرات، المشاركة هي اللي هتديهم خبرات. طول ما هم بيشاركوا هياخدوا خبرات، لكن طول ما هم قاعدين كده وما بيشاركوش ولا بعض الدقايق حتى ولا هياخدوا اي خبرات في المطوشة خالص. زي ما الاسماعيلي كده بيعمل. الاسماعيلي يعني الظروف بتقدمه شوية ان هو عنده لعيبة شباب، واللعيبه الشباب بتاخد خبرات الفتره دي، والفتره اللي جايه ياخدوا خبرات اكتر. وهنشوف هنشوف الدوري بشكل تاني خالص الفتره اللي جايه. يا ريت عقليه اللاعب المصري تتغير شويه، وما نقولش على اللعيب اللي عنده 25 سنه و24 سنه لسه ناشئ وما عندوش خبرات.